في زوايا التاريخ القديمة، حيث الفلاسفة كانوا يشكلون وجدان الحضارة، يسطع اسم سقراط كواحد من أعظم العقول التي عرفها الإنسان. لم يكتب سطراً بيده، ولم يسع خلف شهرة أو سلطة، ومع ذلك خلد اسمه في ذاكرة الفكر الإنساني إلى يومنا هذا. حياة سقراط ليس مجرد سرد لسيرة رجل عاش في أثينا القديمة، بل هو رحلة فكرية عميقة إلى قلب الفلسفة، إلى روح التساؤل، وإلى جرأة العقل الذي لا يرضى بالأجوبة الجاهزة. إنه كتاب يأخذنا إلى أزقة أثينا، إلى لحظات النقاش الحي، إلى المحاكمة الشهيرة، وحتى إلى كأس السم الذي ختم به سقراط حياته، ثابتاً على مبدئه حتى النهاية. في هذا الفيديو سنحاول سرد أغوار شخصية سقراط، الإنسان المعلم والمحاور الذي قلب الموازين. فهل كان مجرد رجل غريب الأطوار، أم صاحب رسالة فكرية خالدة؟ دعونا نبدأ هذه الرحلة لا لنجد إجابات، بل لنطرح الأسئلة التي كان سقراط يهمس بها لكل من حوله. هل تعرف نفسك؟ كان فيلسوفاً يونانياً من أثينا، ولد نحو 470 وتوفي نحو 390 بالميلاد. يعتبر مؤسس الفلسفة الغربية وأحد أوائل الفلاسفة الأخلاقيين في مذهب التفكير الأخلاقي. كان سقراط شخصية غامضة، حيث لم يكتب أي نصوص، وهو معروف أساساً من خلال روايات كتاب العصور الكلاسيكية التي جاءت بعد وفاته عبر تلامذته أفلاطون وزينوفون خاصة. كتبت هذه الروايات على شكل حوارات، حيث يناقش سقراط موضوعاً ما بأسلوب السؤال والجواب، مما أدى إلى ظهور النوع الأدبي المعروف بالحوار السقراطي. إن التناقضات بين الروايات حول سقراط تجعل من الصعب جداً إعادة بناء فلسفته، وهو وضع يعرف بمشكلة سقراط. كان سقراط شخصية مثيرة للجدل في المجتمع الأثيني. اتهم في عام 399 قبل الميلاد بالإلحاد وإفساد الشباب، وشُكِم عليه بالإعدام بعد محاكمة استمرت ليوم واحد، وقد قضى يومه الأخير في السجن رافضاً عروضاً لمساعدته على الهرب. تعتبر حوارات أو محاورات أفلاطون من بين أكثر النصوص شمولية عن سقراط التي نجت من العصور القديمة. تعرض هذه الحوارات النهج السقراطي في مجالات الفلسفة، بما في ذلك نظرية المعرفة والأخلاق. يطلق اسم سقراط الأفلاطوني على مفهوم الطريقة السقراطية، وكذلك على المفارقة السقراطية. تتشكل الطريقة السقراطية في الاستجواب في الحوار باستخدام أسئلة وأجوبة قصيرة، وتتجسد في تلك النصوص الأفلاطونية التي يفحص فيها سقراط جوانب مختلفة من قضية ما أو معنى مجرد، عادة ما يتعلق بإحدى الفضائل، ويجدون أنفسهم في مأزق غير قادرين تماماً على تحديد ما كانوا يعتقدون أنهم يفهمونه. اشتهر سقراط بإعلانه عن جهله التام. كان يقول إن الشيء الوحيد الذي كان مدركاً له هو جهله، مما يعني أن إدراك جهلنا هو الخطوة الأولى في التفلسف. مارس سقراط تأثيراً قوياً على الفلاسفة في العصور القديمة المتأخرة، واستمر تأثيره حتى العصر الحديث. جرت دراسته من قبل علماء العصور الوسطى والإسلاميين، ولعب دوراً مهماً في فكر عصر النهضة الإيطالية، خاصة داخل الحركة الإنسانية. استمر الاهتمام به بلا توقف، كما ينعكس في أعمال فريدريك نيتشه. أسهم وصف وتصوير سقراط في الفن والأدب والثقافة الشعبية في جعله شخصية معروفة على نطاق واسع في التقاليد الفلسفية الغربية. مفهوم المشكلة السقراطية لم يوثق سقراط تعاليمه بنفسه. كل ما هو معروف عنه يأتي من روايات آخرين. الفيلسوف أفلاطون والمؤرخ زينوفون اللذان كانا من تلاميذه، والكوميدي الأثيني أرسطوفان المعاصر لسقراط، وتلميذ أفلاطون أرسطو الذي ولد بعد وفاة سقراط. هذه القصص المتناقضة غالباً في تلك الروايات القديمة
تزيد من صعوبة قدرة الباحثين على إعادة بناء أفكار سقراط الحقيقية بشكل موثوق، وهي مشكلة تعرف باسم المسألة أو المشكلة السقراطية. تعد أعمال أفلاطون وزينوفون ومؤلفين آخرين يستخدمون شخصية سقراط كأداة تحقيق. المصادر الرئيسية للمعلومات عن حياة سقراط وفكره، وهي مكتوبة على شكل حوار بين سقراط ومحاوريه. استخدم أرسطو مصطلح الحوارات السقراطية لوصف هذا النوع الأدبي الجديد. وعلى الرغم من أن التواريخ الدقيقة لتأليفها غير معروفة، فمن المحتمل أن بعضها كتب بعد وفاة سقراط. وكما أشار أرسطو لأول مرة، فإن مدى تصوير الحوارات لسقراط بشكل أصيل هو موضع نقاش. كان سقراط يلقب أحياناً بأنه أكثر الرجال حكمة في العالم القديم، فبعد أن عمل في الفن وقتاً قصيراً تحول إلى الفلسفة، وثبت من فوره شهرته كمفكر على جانب كبير من الأصالة والإبداع. في سلسلة من الأسئلة تهدف إلى الحصول على تعبير واضح ومتماسك عن شيء يفترض أنه مفهوم بديهي، وكان دائم السعي وراء الحقيقة والاهتمام بجعل مشاكل الحياة المعقدة أسهل على الفهم. ولتحقيق هذه الغاية كان مضطراً إلى مناقشة الكثير من المعتقدات والتقاليد المسلم بها، الأمر الذي أكسبه الكثير من العداوات. في عهد بيريكليس كان سقراط في أمان، لأن هذا السياسي الكبير كان معجباً به كثيراً، ولكن بعد وفاته شرع أعداء سقراط في الضغط عليه لكي يسحب معظم ما قاله، ولكنه لم يقبل بذلك، واستمر بالعمل في الخط الذي رسمه، وما كان يعتقد أن الحاجة تدعو إلى مناقشته. وأخيراً اتهم بإفساد الشباب، وحكم عليه بالموت بتجرع السم القاتل. تعلم سقراط أسس الفلسفة على يد بارمينيدس وطور نفسه، ولقد وردت التفاصيل الخاصة بحياة سقراط من 3 مصادر حديثة، وهي حوارات كل من أفلاطون وزينوفون، الاثنان من أنصار سقراط، ومسرحيات أريستوفانيس. وقد وصفه بعض تلاميذه بما فيهم إريك هافلوك وولتر أونغ على أنه مناصر لأساليب التواصل الشفوية عكس الكتابة. وفي أحد مسرحيات التي قام أريستوفانيس بتأليفها، وصف سقراط على أنه مهرج يعلم تلاميذه كيف يتمنصون من الديون. وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم أعمال أريستوفانيس تتصف بأنها أعمال تحاكي بسخرية أعمال المؤلفين الآخرين، ومن ثم قد نسلم بأن هذا الوصف لم يكن موضوعياً وواقعياً أيضاً. وفقاً لما ذكره أفلاطون، اسم والد سقراط هو سوفرونيسكوس، واسم والدته هو فيناريت، وهي كانت تعمل كقابلة. وعلى الرغم مما ورد عن وصفه بأن شكله كان غير جذاب وأنه كان قصير القامة، تزوج سقراط من زنثيبي التي كانت صغيرة في السن بكثير، وأنجبت منه 3 أبناء هم لامبروكليس وسوفرونيسكوس ومينيكسينوس. وقد انتقده صديقه كريتو لتخليه عن أبنائه عندما رفض محاولة الهروب قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه. لم يبدو واضحاً كيف كان سقراط يكسب قوت يومه، ويبدو أن النصوص القديمة أشارت إلى أن سقراط لم يكن يعمل. وفي كتاب الندوة للمؤرخ زينوفون نقل عن سقراط أنه كان يقول إنه يكرس نفسه للشيء الذي يعتبره أهم فن أو مهنة، وهو مناقشة الفلسفة. وفي المسرح يصور أريستوفانيس سقراط على أنه كان يتقاضى مالاً مقابل تعليم الطلاب وإدارة مدرسة سوفسطائية مع كريف، في حين أنه ورد في حواري دفاع سقراط لأفلاطون وفي روايات زينوفون إنكار سقراط الصريح لقبوله أي أموال مقابل تعليم الطلاب. وفي حوار دفاع سقراط على وجه الخصوص، اشتهر سقراط بفقره كبرهان على كونه ليس مدرساً. ووفقاً لما ذكره تيمون فيليوسي،
وما ورد في مصادر أحدث، امتهن سقراط مهنة نحت الصخور عن والده. تشير العديد من حوارات أفلاطون إلى الخدمة العسكرية التي أداها في عام 406. كان سقراط عضواً في مجلس الشيوخ اليوناني، حيث شهد إعدام الجنرالات الذين شاركوا في معركة أرجنوسي لأنهم تخلوا عن القتلى والناجين من السفن الغارقة من أجل مطاردة الأسطول الإسبارطي المنهزم واللحاق به. وكان سقراط أحد الأعضاء الرئيسيين بالمجلس، وعارض المطلب غير الدستوري الذي اقترحه كاليكسينس بعقد محاكمة جماعية لإدانة جميع الجنرالات الثمانية. في آخر الأمر، رفض سقراط أن يذعن للتهديدات التي وجهت إليه بأن يلاقي حتفه في السجن وأن يتم اتهامه بالتقصير، وأعاق التصويت الجماعي حتى انتهى مجلس محاكمته في اليوم التالي، والذي شهد إدانة الجنرالات والحكم عليهم بالإعدام. وفي عام 404 سعت حكومة الطغاة لأن تضمن ولاء من عارضوها، وذلك بتوريطهم وإشراكهم فيما تقترفه من أفعال، فقد طلبت من سقراط وأربعة آخرين أن يحضروا حاكم مدينة سالانيز من منزله لتنفيذ حكم إعدام غير عادل في حقه. رفض سقراط بهدوء، ولم يحل دون إعدامه سوى الإطاحة بحكم الطغاة التي وقعت في وقت لاحق. وقبل أن يحكم عليه القضاة بالإعدام قال سقراط: لم أرفض فلسفتي إلى أن ألفظ النفس الأخير. لقد عاش سقراط في الفترة الانتقالية فيما بين ازدهار الحكم الأثيني وانهياره حينما هزم أمام مدينة أسبرطة وحلفائها في معركة البولوبونيز، وفي الوقت الذي سعت فيه مدينة أثينا وراء الاستقرار واستعادة مكانتها بعد الهزيمة المخزية التي لحقت بها. ولقد بدا أن سقراط من الأشخاص كثير الانتقاد للديمقراطية، وقد فسر بعض تلاميذه المحاكمة التي عقدت له كتعبير عن صراع سياسي. وعلى الرغم من ادعاء سقراط بأنه يبدي الولاء لمدينته لدرجة بلغت تحديه للموت، تعارض كل من سعي سقراط وراء الفضيلة والتزامه الصارم بالحقيقة مع النهج الحالي للمجتمع الأثيني وسياساته. لقد أثنى في حوارات عديدة على إسبرطة، وهي المنافس الرئيسي لأثينا، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. ومع ذلك لقد مثل موقفه كناقد اجتماعي وأخلاقي أكثر المناحي التي تجلت فيها الانتقادات والإساءات التاريخية التي أبداها سقراط نحو المدينة. فبدلاً من أن يؤيد الوضع الراهن ويقبل بسيادة الأعمال اللا أخلاقية في منطقته، عمل سقراط على تقويض المفهوم الجماعي الذي نهجه الآخرون والذي شاع للغاية في اليونان خلال تلك الفترة. ويشير أفلاطون إلى سقراط بوصفه ذبابة الخيل في المدينة، فذبابة الخيل تلدغ الخيل فتحثها على القيام بفعل ما، وبالمثل كان سقراط يحث أثينا على اتخاذ فعل ما عن طريق لدغها بالانتقادات، لدرجة أنه أرق الحكام وكان يحثهم دائماً بأنهم يجب عليهم مراعاة تحقيق والسعي وراء الخير. فالأمر بلغ أن محاولاته لتغيير المنهج الذي ينتهجه الأثينيون كانت السبب وراء الحكم عليه بالإعدام، وبالتالي انقلبوا عليه واتهموه بالإثم. وقد دافع سقراط عن دوره كمنتقد للدولة تحث أثينا حتى آخر حياته، فعندما طلب منه في محاكمته أن يقترح أسلوب العقاب الذي يتلقاه، اقترح أنه لا يستحق العقاب بل يجب أن يثاب، ويرى بأن حقه أن يحصل على مكافأة، وهي أن يعيش بقية أيامه على نفقة الدولة كسبيل لمنحه ما يستحقه لقضائه الوقت سعياً وراء إفادة الأثينيين. ومع ذلك أدين بتخريبه لعقول الشباب الأثينيين وتم الحكم عليه بالإعدام عن طريق تناول شراب سام. ووفقاً لما جاء في رواية زينوفون، ألقى سقراط عن عمد دفاعاً جريئاً أمام هيئة المحلفين، لأنه كان يعتقد أنه من الأفضل له أن يموت. ويواصل زينوفون حديثه ليصف دفاع سقراط، والذي يوضح قسوة العهد القديم،
وكيف كان سقراط سعيداً لأنه سيهرب من هذه القسوة بإعدامه. كما يظهر من وصف زينوفون أن سقراط تمنى أيضاً الموت لأنه كان يعتقد فعلياً أن الوقت المناسب قد حان لأن يفرق الحياة. ويتفق أفلاطون وزينوفون على أن سقراط كانت لديه الفرصة للهرب، حيث كان بإمكان تابعيه أن يقدموا رشوة لحراس السجن، لكنه اختار البقاء لعدة أسباب هي كالتالي: لأنه كان يعتقد أن الهروب قد يشير إلى خوفه من الموت، وهو الخوف الذي اعتقد بأنه لا وجود له لدى أي فيلسوف حقيقي، لأنه لو هرب من أثينا لن تلقى تعاليمه أي نجاح في مدينة أخرى، لأنه سيستمر في محاورة كل من يقابلهم وسيثير استياءهم بالطبع، ولأنه وافق على نحو متعمد على أن يعيش بالمدينة ويخضع لقوانينها، فهو قد أخضع نفسه ضمنياً لاحتمالية أن يتهمه أهل المدينة بارتكاب الجرائم وأن يدان من قبل هيئة المحلفين. ولو قام بما ينافي ذلك فهذا يعني أنه يخرق العقد الاجتماعي الذي وقعه مع الدولة، وبالتالي سيسبب ضرراً لها، ومثل هذا التصرف ينافي المبادئ التي ينهجها سقراط. وكانت الأسباب والحجج التي تكمن وراء رفضه الهروب موضع اهتمام حوار لأفلاطون، وقد تم وصف وفاة سقراط في نهاية حوار أفلاطون، وفيه رفض سقراط الحجج التي قدمها كذريعة لمحاولة الهروب من السجن. وبعد أن تجرع السم أصدر له أمر بأن يمشي حتى يشعر بتنميل في القدمين، وبعد أن استلقى على السرير قام الرجل الذي منحه السم بالضغط بشكل مؤلم على قدميه. لم يعد سقراط يشعر بقدميه، وفقد الإحساس بأعضاء جسمه ببطء حتى وصل إلى قلبه. وقبل أن يقضي نحبه بفترة قصيرة تحدث سقراط قائلاً، والكلمات الأخيرة لسقراط كانت تعني أن الموت هو شفاء للروح وتحررها من الجسد. وقد حاول الفيلسوف الروماني سينيكا أن يحاكي وفاة سقراط بالسم حينما أجبره الحاكم نيرون على الانتحار. المنهج السقراطي وطريقة سقراط في المنهج الفلسفي على الأرجح تتمثل أكثر إسهامات سقراط أهمية في الفكر الغربي في منهج الجدل القائم عن طريق الحوار، وهو المنهج المعروف أيضاً بالمنهج السقراطي. وقد قام سقراط بتطبيق هذا المنهج في دراسة مفاهيم أخلاقية أساسية مثل الخير والعدالة. وكان أفلاطون أول من وصف المنهج السقراطي في الحوارات السقراطية، فمن أجل حل مشكلة ما قد يتم تحليلها إلى مجموعة من الأسئلة، والتي تعمل إجاباتها تدريجياً على الوصول إلى الحل المنشود. ويتجلى تأثير هذا المنهج بشدة اليوم في استخدام المنهج العلمي، والذي لا تكون مرحلة الافتراض أول مراحله. ويعد تطوير هذا المنهج وتوظيفه من أبرز الإسهامات المستمرة لسقراط، كما أنهما شكل عاملاً رئيسياً في ارتداء سقراط لأباءة مؤسس الفلسفة السياسية أو علم الأخلاق أو الفلسفة الأخلاقية، وفي تميزه كأبرز الشخصيات في كل الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالفلسفة الغربية. لتوضيح استخدام المنهج السقراطي تم طرح مجموعة من الأسئلة لمساعدة شخص أو مجموعة من الأشخاص على تحديد معتقداتهم الأساسية ومدى معارفهم. والمنهج السقراطي هو منهج سلبي قائم على التخلص من الافتراضات، والذي يكون بالعثور على الافتراضات الجيدة عن طريق تحديد الافتراضات غير الجيدة والتي تؤدي إلى التناقضات ثم التخلص منها. وقد تم تصميم هذا المنهج بحيث يجبر المرء على مراجعة معتقداته وتحديد مدى صحتها. وفي الواقع قال سقراط ذات مرة: أعرف أنكم لن تصدقوني، ولكن أبرز صور التفوق الإنساني هي مساءلة الذات ومساءلة الآخرين. معتقدات سقراط الفلسفية: من الصعب تمييز معتقدات سقراط عند فصله عن معتقدات أفلاطون، فليس لدى الاستدلال المادي الكثير الذي يمكن به التمييز بين معتقدات هذين الفيلسوفين. فإن أفلاطون هو من وضع النظريات الواردة في معظم حواراته،
وبعض العلماء يعتقدون أن أفلاطون انتهج الأسلوب السقراطي بشدة لدرجة جعلت من المستحيل التمييز بين الشخصية الأدبية والفيلسوف نفسه. وجادل آخرون بأن لأفلاطون نظريات ومعتقدات خاصة به، ولكن هناك جدل كبير حول ماهية هذه النظريات والمعتقدات بسبب صعوبة فصل معتقدات سقراط عن معتقدات أفلاطون، وصعوبة تفسير حتى الكتابات الدرامية المتعلقة بسقراط. لذا ليس من السهل التمييز بين المعتقدات الفلسفية الخاصة بسقراط عن تلك التي انتهجها أفلاطون وزينوفون. ولا بد أن نتذكر أن ما قد يتم نسبه لسقراط قد يعكس عن كثب الاهتمامات المحددة لهذين المفكرين. وما يزيد الأمر تعقيداً هو حقيقة أن شخصية سقراط التاريخية اشتهرت على نحو سلبي بطرحها للأسئلة دون الإجابة عنها، مدعيين بذلك أنها تفتقر إلى الحكمة في الموضوعات التي تطرح على الآخرين أسئلة بشأنها. بصفة عامة، إذا كان هناك ما يمكن ذكره عن المعتقدات الفلسفية لسقراط، فهو أنها كانت تتعارض أخلاقياً وفكرياً وسياسياً مع رفقائه الأثينيين. فحينما كانت تتم محاكمته لإدانته بالهرطقة وتخريب عقول شباب أثينا، استخدم سقراط منهجه السقراطي لكي يشرح لأعضاء هيئة المحلفين أن قيمهم الأخلاقية معتمدة على أفكار غير صحيحة. لقد أخبرهم أنه في الوقت الذي من المفترض أن يهتموا فيه بنقاء أرواحهم، كانوا يبدون الاهتمام فقط بعائلاتهم وأعمالهم ومسؤولياتهم السياسية. ولقد بدا أن اعتقاد سقراط بافتقار نفوس الأثينيين للأخلاقية واقتناعه بأن الآلهة قد اختارته كرسول سماوي كانا مصدر إزعاج للأثينيين وسخريتهم. كما اعترض سقراط على المذهب السوفيسطائي بأن الفضيلة يمكن تعليمها للآخرين. لقد أحب أن يلاحظ أن الآباء الناجحين لا ينجبون أبناء يماثلونهم في المهارة والتفوق. وجادل سقراط بأن التفوق الأخلاقي يعد بمثابة شيء فطري وليس مرتبطاً بالرعاية التي يوفرها الوالدان لأبنائهم. وقد يكون هذا الاعتقاد هو الذي ساهم في عدم شعور سقراط بالقلق تجاه مستقبل أبنائه. كثيراً ما ذكر سقراط أن أفكاره ليست من نسجه وإنما من نسج معلميه. ولقد ذكر سقراط عدة أشخاص كان قد تأثر بهم، ومنهم بروديكوس مدرس علم البيان والعالم أناكسوغوراس. وما قد يثير الدهشة هو أن سقراط ذكر أنه قد تأثر بشدة بسيدتين إلى جانب تأثره بوالدته، فقد قال إن الساحرة والكاهنة في مدينة مانتيني قد علمته كل ما يعرفه عن الحب. وقد جادل جون بيرنت بأن المعلم الرئيسي لسقراط كان أناكسوغورين، ولكن أفكاره كانت كما وصفها. وعلى الجانب الآخر، رأى إريك هافلوك أن ارتباط سقراط بالمعلم أناكسوغورين يعد دليلاً على اختلاف المعتقدات الفلسفية لأفلاطون عن تلك التي ينهجها سقراط. المعرفة من المنظور الفلسفي السقراطي غالباً ما كان سقراط يذكر أن حكمته تنحصر على إلمامه بما يتصف به من جهل. وكان سقراط يؤمن بأن ارتكاب الأخطاء هو نتيجة للجهل، وأن من يرتكبون الأخطاء يفتقرون إلى معرفة ما هو صحيح. والشيء الوحيد الذي ادعى سقراط باستمرار أن لديه معرفة به هو فن الحب، والذي ربط بينه وبين مفهوم حب الحكمة أي الفلسفة. إنه لم يدعي قط أنه حكيم، ولكنه أدرك المسار الذي لا بد أن يسلكه محب الحكمة في سعيه وراء الحكمة. ولقد كان التوصل إلى ما إذا كان سقراط يؤمن بأن البشر بإمكانهم بالفعل أن يصبحوا حكماء أم لا أمراً محل جدال.
ولكنه لم يدعي قط أنه حكيم لا يسلك، لكنه كان قوي. فمن ناحية فرق سقراط بين الجهل البشري والمعرفة المثلى، ومن ناحية أخرى وصف أفلاطون في حوار الجمهورية منهجاً يمكن به الوصول إلى الحكمة. وفيما يتعلق بتميز سقراط كمحاور فلسفي، يرشد الشخص الذي يجيب عن أسئلته إلى تصور أوضح للحكمة، وذلك على الرغم من أن سقراط نفسه يدعي أنه ليس مدرساً. فكما يدعي أنه يعرف كيف يساعد الآخرين على وضع النظريات، كما يعرف كيف يحدد ما إذا كانت هذه النظريات مجدية أم غير مجدية. اعتقد سقراط بأن أفضل طريقة يحيا بها البشر هي أن يركزوا على تطوير الذات بدلاً من السعي وراء الثروة المادية. وقد كان دائماً ما يدعو الآخرين لمحاولة التركيز على الصداقات وعلى الإحساس بالمجتمع الحقيقي، لأن سقراط شعر بأن هذه هي الطريقة الفضلى لكي ينمو البشر كمجموعة. وقد وصل تطبيقه لهذه المبادئ إلى درجة أنه قبل في نهاية حياته الحكم بالإعدام في الوقت الذي ظن فيه الجميع أنه سيبادر أثينا هرباً منه، وذلك لأنه شعر بعدم القدرة على الهروب أو معارضة إرادة مجتمعه. وكما ذكرنا من قبل، كانت بسالته المعروفة في أرض المعركة لا جدال فيها. إن فكرة أن البشر يملكون فضائل معينة كانت تشكل ميزة مشتركة في كل تعاليم سقراط، وتمثل هذه الفضائل السمات التي يجب أن يحظى بها كل إنسان، وعلى رأسها الفضائل الفلسفية أو العقلية. وقد أكد سقراط على أن الفضيلة هي أجمل ما يملكه الإنسان، والحياة المثالية هي تلك الحياة التي تنقضي في البحث عن الخير، وتكمن الحقيقة وراء الوجود. ومهمة الفيلسوف هي التي توضح للآخرين مدى قلة ما يعرفون بالفعل. الفيلسوف سقراط وعالم السياسة غالباً ما يقال أن سقراط كان يؤمن بأن المثاليات تنتمي لعالم لا يستطيع فهمه إلا الإنسان الحكيم، مما يجعل الفيلسوف هو الشخص الوحيد المناسب للتحكم في الآخرين. وفي حوار أفلاطون في كتابه الجمهورية، لم يكن سقراط مرناً أبداً بخصوص معتقداته فيما يتعلق بالحكومة، فاعترض بشكل صريح على الديمقراطية التي حكمت أثينا في ذلك الوقت. ولكنه لم يعترض فقط على الديمقراطية في أثينا، وإنما اعترض على أي شكل من أشكال الحكومات الذي لا تناسب أفكاره المثالية عن جمهورية كاملة يحكمها الفلاسفة. وقد كانت الحكومة في أثينا أبعد ما تكون عن هذه الحال، إلا أن من الممكن أن تكون أقوال سقراط المذكورة في حوار أفلاطون في كتابه الجمهورية مصبوغة بآراء أفلاطون نفسه. في السنوات الأخيرة من حياة سقراط، كانت أثينا تمر بتغيرات مستمرة نتيجة للاضطرابات السياسية، وأخيراً أطاحت حكومة الطغاة بالديمقراطية، وكان يقود هذه الحكومة كريتياس، أحد أقرباء أفلاطون، والذي كان تلميذاً من تلامذة سقراط. وظلت حكومة الطغاة تحكم أثينا قرابة عام قبل أن تعود الديمقراطية لتستلم الحكم مرة ثانية. وفي هذا الوقت أعلنت هذه الحكومة العفو العام عن جميع الأفعال التي قامت بها مسبقاً. الموضوعات الفلسفية المثيرة للجدل عند محاولة تحديد الأفكار التي آمن بها سقراط بالفعل. ومن أهم الحجج التي يداولها هؤلاء الذين يزعمون عدم إيمان سقراط بفكرة الحكام الفلاسفة هي أن هذه الفكرة لم يتم التعبير عنها قط قبل حوار مؤلف الجمهورية لأفلاطون، الذي يعتبر بشكل عام أحد حوارات أفلاطون المتوسطة ولا يمثل آراء سقراط التاريخية. علاوة على ذلك، وطبقاً لما ورد في أحد حوارات أفلاطون المتقدمة، أن سقراط رفض ممارسة السياسة التقليدية،
وأقر بشكل متكرر أنه لا يستطيع النظر في شؤون الآخرين أو إخبار الناس كيف يعيشون حياتهم، في حين أنه لم يستطع حتى الآن فهم كيف يعيش حياته هو. لقد كان سقراط يؤمن بأنه فيلسوف همه الأكبر هو السعي وراء الحقيقة، ولم يدعي أنه عرفها بشكل كامل، كما أن قبول سقراط لحكم الإعدام الذي صدر ضده بعد إدانته من مجلس الشيوخ اليوناني يمكن أيضاً أن يدعم هذا الرأي. ومن المعتقد غالباً أن معظم التعاليم المضادة للديمقراطية كانت من أفلاطون، الذي لم يتمكن يوماً من التغلب على سخطه عما حدث لمعلمه. على أي حال، من الواضح أن سقراط كان يعترض على حكم الطغاة تماماً كاعتراضه على الديمقراطية. وعندما استدعي للمثول أمامهم للمساعدة في القبض على أحد المواطنين من أثينا، رفض سقراط أن يقوم بهذا وفر من الموت بأعجوبة، وكان هذا قبل أن يطيح الديمقراطيون بجماعة الطغاة. ومع ذلك فقد تمكن سقراط من تأدية واجبه كعضو في مجلس الشيوخ الذي عقد محاكمة لمجموعة من الجنرالات الذين قادوا معركة بحرية مدمرة، وحتى عندئذ كان يحتفظ بتوجهه غير المرن، إذ كان أحد هؤلاء الذين رفضوا المواصلة بطريقة لا تدعمها القوانين على الرغم من الضغط الشديد. ومن خلال تصرفاته وأفعاله نستطيع القول إلى حكم الطغاة بوصفه حكماً أقل شرعية من مجلس الشيوخ الديمقراطي الذي حكم عليه بالإعدام. الفيلسوف سقراط وعالم التصوف في حوارات أفلاطون، يبدو أن سقراط كان دائماً ما يدعم الجانب المتصوف، إذ يناقش مسألة التقمص والأديان الغامضة، إلا أن هذا كان ينسب بشكل عام لأفلاطون. وبغض النظر عن ذلك، فإننا لا نستطيع تجاهل هذا الموضوع، لأنه ليس في وسعنا التأكد من الاختلافات بين وجهات نظر أفلاطون وسقراط، بالإضافة إلى أنه يبدو أن هناك بعض النتائج الطبيعية في أعمال زينوفون. ففي ذروة الطريق الفلسفي، كما هو موضح في حوار الجمهورية لأفلاطون، يصل المرء إلى بحر الجمال، وهي مرحلة الوصول إلى أعلى مراتب الحقيقة عند الصوفيين. ومن يزعم أنه يصل إلى هذه المرحلة غالباً ما يقول إن الحقيقة تنصهر في بوتقة واحدة أو بحر واسع تذوب فيه كل الاختلافات، وهي مصدر كل جمال، أو يصل إلى رؤية شكل الخير في تجربة أشبه بالكشف الصوفي، وعندها فقط يمكن أن يصبح المرء حكيماً. يعزز سقراط خطابه بخصوص الطريق الفلسفي إلى أستاذته الكاهنة ديوتيما، التي لم تكن واثقة حتى من أن سقراط يستطيع الوصول إلى الألغاز الكبرى أم لا. أما في حوار مينون، فقد أشار أفلاطون إلى احتفالات أثينا بطقوس عبادة الإلهين ديمتر وبيرسيفون، مخبراً مينون أنه سيفهم أجوبة سقراط بشكل أفضل إذا ما بقي حتى ميعاد هذه المراسم في الأسبوع القادم. وثمة ارتباك ينتج عن طبيعة هذه المصادر، لدرجة أن هناك جدلاً حول ما إذا كانت الحوارات الأفلاطونية هي أحد أعمال فيلسوف فنان، ولا يستطيع القارئ العادي أو حتى المثقف فهم المعنى بسهولة. وقد كان أفلاطون نفسه مؤلفاً للمسرحيات قبل أن يتجه إلى دراسة الفلسفة، وتعتبر أعماله بالفعل حوارات، واختيار أفلاطون لهذه الحوارات إلى جانب أعمال سوفوكليس وإريبيدوس وأدب المسرح ربما يعكس الطبيعة التأويلية لأعماله. والأكثر من ذلك هو أن الكلمة الأولى في معظم أعمال أفلاطون هي مصطلح وثيق الصلة بهذه الدراسة بعينها، وهي تتوافق مع التعريف المتفق عليه بالإجماع. وأخيراً، فإن حوار فايدروس يشيران إلى توصيل سقراط للحقائق الفلسفية في المحادثات بشكل غامض، ويتضح أيضاً في حوار فايدروس أن سقراط يتصف بالغموض في كل الكتابات. والتصوف الذي نجده غالباً في أفلاطون، والذي يظهر في أكثر من مكان،
ويتخفى وراء الرمز والسخرية، غالباً ما يكون مختلفاً مع التصوف الذي يقدمه سقراط في كتابات أفلاطون في بعض الحوارات الأخرى. إذا ما استعنا بالحلول التصوفية التي أوردها سقراط في الإجابة عن التساؤلات والتحليلات في وقتنا الحالي، فإنها ستفشل في الإجابة عنها، وستفشل في إرضاء القراء المتعطشين لمعرفة إجابات عن هذه التساؤلات. ولكن سواء فشلت هذه الحلول التصوفية في إرضاء القراء الواعين والمدركين لهذه الحلول أم لا، تعتبر مسألة أخرى، ولكن من المحتمل أنها ستفشل أيضاً. ربما كان من أكثر الأشياء الممتعة في هذا الموضوع هو اعتماد سقراط على ما كان يطلق عليه اليونانيون جنون سقراط، وهو صوت يهتف به الجانب الأخلاقي لسقراط كي يمنعه من ارتكاب خطأ. وكان هذا الصوت يمنع سقراط من الدخول في السياسة. وفي حوار فايدروس قيل لنا إن سقراط كان يعتبر هذا شكلاً من أشكال الجنون المقدس، نوع من الجنون الذي يعتبر هدية من الآلهة، والذي يمنحنا الشعور بالذات والتصوف والحب وحتى الفلسفة. أو يمكننا القول إن هذا الصوت الداخلي غالباً ما ينظر إليه بوصفه الحدس، ومع ذلك فإن تسمية سقراط لهذه الظاهرة باسم جنون سقراط يعني أن أصلها غامض ومنفصل عن أفكاره الخاصة.